اقسم بالله لو هبيع كليتي اقسم بالله. لعب وفن وهندسه. المستوى بتاعنا ما يسرش عدو ولا حبيب. ليه؟ اهلا بيكم في ماتش جديد مع الزمالك. الجوله اللي فاتت كنا مع الزمالك في بطوله الكونفدراليه في برج العرب. النهارده هنا في القاهره، في استاد القاهره، الزمالك وبتروجيت. اي نعم الجمهور مستأمن حاجات كتير، اي نعم في مشاكل كتير جدا جوه الفرقه، ولكن مع شعار الجمهور انت الامل الوحيد، انت نادي الزمالك. تعالوا نشوف كواليس ماتش الزمالك وبتروجيت مع بعض، مش من ارض الملعب ولا من بره الاستاد، من اقوى مدرج في مصر، كورفا سود التالتة يمين. يا زمالك عدي الدباغ بيكافئ الجمهور ده وبيجيب جول 1-0 الزمالك. بس هتشوف الجمهور بيعمل ايه. مش هنسمع صوت حد، احنا الزملكاويه بجد، مش هنسمع صوت حد. مبدئيا احنا كسبانين وماشيه حلو. الحمد لله. الحمد لله. عايز تقول ايه؟ كنت تقول لي حاجه قلت لك قولها في الكاميرا. عايز بس النادي يا ريت يوفر لنا اتوبيسات انه يودينا للاستاد بس. رحت الماتش اللي فات؟ اكيد. الموضوع كان صعب؟ صعب قوي. ليه؟ قول لي. هو احكي لي حلو بس طبعا الموضوع. وانت رايح ماتش للنادي الزمالك، لكن يعني انت ايه المعاناه شايفها في ايه؟ في ثمن مثلا المواصلات، مش في الطريق، المواصلات بس الطريق صعب. الطريق صعب. طريق برج لما يوفر لنا اتوبيسات نروح بيها للاستاد عادي يعني. ايه رايك يا عمر نضف الاداء؟ الحمد لله تمام، شغالين اهو. واهم حاجه ابراهيم وخضري تمام. تمام. وايه رايهم؟ اول مره يحضروا ماتش؟ لا، حضروا ماتش المقاولين كل قوي 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 ولا نص نص؟ لا الزمالك مفيش هزار. ده ايه الكلام؟ حلو. ايه رايك في الزمالك النهارده؟ حلو يا عم، انت اللي حلو. عايز اقول للاداره حرام اللي بتعملوه فينا، والله حرام اللي بيعملوه فينا اقسم بالله، عشان خاطر مش الزمالك اللي يستاهل كده. بس النهارده كسبانين والدنيا حلوه يا عم. هو اول حاجه الف مبروك نادي الزمالك، انا مش زعلانين، بس القصه كلها يا كابتن مينا اللي احنا يعني تعبانين. الناس بقت تعبانه من اللي بيحصل فينا. احنا نادي الزمالك نادي كبير، بس هو ده اللي انا اقدر اقوله لك. نادي الزمالك نادي كبير، نادي الزمالك بقى منهار الايام ديت، والله العظيم زي ما بقول لك كده يا كابتن مينا. بيصعب عليا الجمهور وبيصعب عليا الناس اللي تيجي من سفر. يعني في ناس كتير قوي بتيجي من محافظات بعيده، تقول لهم ايه؟ ولا يعني بكون عايز واحد خارج من الاستاد ابوس راسه يا عم، اقول له يعني مش عارف ايدينا، بس حتى احنا اسفين. ما هو انت عارف ان جمهور الزمالك جمهور وفي، جمهور الزمالك مش بتاع مناسبات. جمهور الزمالك اديك انت شايف اهو، الناس قاعده على اعصابها، والناس بتفكر في الماتش، ايه اللي هيحصل في الماتش، وقبل ما يبدا الماتش الناس بتفكر في كل حاجه. هو ده جمهور الزمالك اللي بيفضل ولا فريقه وما بيسيبوش في اي وقت وفي اي اذان. هو ده نادي الزمالك. احنا عايزين نقول لمجلس الاداره، احنا تفكير كل الناس دي كلها اللي انت شايفها موجوده دي كلها، كل دي تفكيرها مجلس الاداره يتقي الله في نادي الزمالك. كل الناس زعلانه برضه في الحته دي كلها، الناس كلها زعلانه من مجلس الاداره، انما مجلس الاداره بجد يعني عشان هو ماسك نادي الزمالك الواحد ما يقدرش يتكلم عليه، بس حاجات كتير. على الاقل حد يطلع يرد، حد يطلع يفهم، يقول احنا في كذا وبنعمل كذا، او ايه اللي بيحصل في نادي الزمالك، او ايه اللي بيحصل معانا، ماشي هيبقى دي كده واضحه قدام الناس. هل موضوع الارض ده اللي ممكن يحل مشكله، ولا موضوع الزمالك اكبر من ارضه واكبر من اديك انت قلتها دلوقتي؟ انا عايز اعرف منك يعني. انا بس بسالك، عايز اعرف. اديك انت قلتها دلوقتي، الزمالك فعلا اكبر من اي حاجه، ولا الارض فارقه معانا والله. احنا فارق معانا معامله الاداره اللي بيحصل مع نادي الزمالك ومع الجمهور. اقسم بالله لو هبيع كليتي اقسم بالله هبيع كليتي عشان خاطر يا عم ربنا نادي الزمالك. يا زمالك يا مدرسه لعب وفن وهندسه. مبروك مبروك يا زمالك، مدرسة الكورة يا زمالك، كلها لعيبة يا زمالك. والله العظيم انا بحبك. وانا كمان بحبك. عامل ايه؟ كمان وشك الحمد بص لله. حلو، وبتيجي الماتش على طول ربنا يكرمنا 2 و3. الزمالك لا يمرض ولا يموت، يعني يمرض لكن لا يموت. على قد ما احنا ظروفنا ده، شايف الجمهور ده، هو ده الزمالك، هو ده الكيان. الزمالك رايح جاي، احنا موجودين، احنا بتوع الكيان. شايفك الماتش اللي فات قاعد كده شويه متضايق شويه، ماتش المصري شفتك في الاستاد، كان مالك؟ لا اصل يعني صعبان عليا الفرقه. يعني احنا نشوف كم واحد وبتاع يوم الساعه اشبال بتلعب يعني، وبعدين يعني ان شاء الله بامر الله الماتش الجاي بتاعنا احنا يا رب باذن الله. ماتش المصري ده بامر الله بدون ما اقطع كده تكون الجماعه اللعيبه جهزت، وان شاء الله
ومؤمن ده ربنا يقويه يعني بصراحه، يعني هو داخل في دخله بس ربنا يعينه. تقول ايه للناس الجميله اللي بتيجي من كل حته، محافظات سوهاج وهنا والصعيد وغردقه والقاهره واسكندريه كل دول بيجوا دول زمالك. الزمالك كيان، ده كيان، ما كانش الجمهور ده يجي له سواء بنكسب احنا مع الزمالك، رحنا زمالك، دمنا زمالك والله. يعني شوف انا دلوقتي ايه، هو جاي ومن سجن ماليش دعوه بده كل ده، اهم شيء الكيان بتاعي، انا جاي للكيان، وان شاء الله بامر الله هنوصل لكل شيء وما يهمناش اي تحدي، والركابه دي هتضيع بامر الله. يا عم انا بحبك. وانا كمان بحبك يا عم هنقعد. حبيبي. عم صلاح يا جميل، ايه الاخبار؟ الحمد لله رب العالمين. عامل ايه؟ الحمد لله رب العالمين. اول حاجه انا بشكرك دايما، انت موجود في المدرجات الحمد لله. بتشجع. عايز تقول ايه للزمالك؟ شايف الزمالك فين دلوقتي؟ انا بقول للزمالك حاليا احنا كسبنا بتروجيت كل حاجه، بس احنا برضو يعني احنا قدام، ما يعني المستوى بتاعنا ما يسرش عدو ولا حبيب. ليه؟ لان احنا لسه ما بدأناش في بطولة الدوري القوية في السبعة اللي هيتنافسوا على بطولة الدوري. حلو. فالنهارده انا بقول اهم حاجه احنا لازم نفك القيد في اقرب وقت، لازم لابد. احنا النهارده كام في الشهر؟ النهارده 28. فاضل حوالي 10 ايام او 9 ايام لغايه 8 فبراير. فاحنا لو ما قدرناش نفك القيد يبقى ما نمشيش اي لعيب من اللي عندنا، ولو نقدر نرجع المعارين